بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مدونات مندو العالمية للبوكر. زي ما عودناكم يا جماعة ان احنا بس معلش متأخر عليكم في التسجيل، بس احنا ايه آه الايام اللي فاتت دي بس انا كنت مشغول شوية معلش، وكمان ما كانش معايا فلوس، لان انا كنت كل الفلوس تقريبا اللي كانت معايا كنت بايعها للناس وكده على مستوى السيرفرات كلها. تمام كده. فطبعا يعني بقالي كام يوم كده اهو بظبط في الحاجة دي، يعني خلينا نقول ايه، نرجع ايام الايه، ايام الشقاوة وايام الغنى والكلام ده. طيب احنا اتكلمنا يا جماعة، قلنا في الفيديوهات السابقة ليا، قلنا ان دلوقتي واحنا بيجي يلعب ورق قوي. يعني عندي معايا مثلا ساعتين اهما من الورق الحلو، يعني مش وحش، ورقتين حلوين مش وحشين. دايما ما بنلعبش، يعني لما تيجي تلعب مثلا بورق متشابه، خلاص كده ماشي، ايا كان الورق متشابه تمام كده، وخصوصا لما يكون الورق ده عالي، يعني 10 10، جوكر وجوكر، كينج وكينج، كوين وكوين كده، يعني واخد بالك انت. فطبعا بتفرق جامد في اللعب، يعني ما نضحكش عليك، بتفرق جامد. عايز اقول لكم على الترابيزه دي تمام كده، خلينا اديكم سر من اسراري في اللعب على الترابيزه دي. لما تيجي تلعب بالورق الصغير ساعات بيجيب نتيجه جدا على الارض. هتيجي تقول لي يا باشا ازاي انت بتحور ومش بتحور؟ اقول لك يا باشا دلوقتي من غير ما الف عليك، دلوقتي انا ده ايميل اهو معاها 8 و10. يعني انا اصريت العب بيه عشان كنت عايز اعرفكم بس نقطه معينه، ان انا ممكن ساعات الجي ام بيحط ورق صغير على الارض. فانا يعني هتلاقوني دلوقتي في كذا مره هتيجي دلوقتي علينا واحنا بنلعب، يبقى في ورق صغير جدا، واخدين بالكم. آه هنلعب بيه، وهبقى متعمد العب بيه، لان ببقى عارف الجي ام عايز يحط ورق صغير على الارض تمام كده. يعني معرفش، يعني ده ممكن تحليلي، بحيث ايه، بحيث اللي يكسب يبقى يكسب محايد عن كسب المحايد تمام كده. انا كان معايا 8 و10، معايا سيوف كوين ده، يعني من الارقام الضعيفه. 8 و10 دي معلش يعني بالنسبه لي انا بشوفها ارقام ضعيفه. انا معايا 3 مليون بلعب بيهم، بس عشان عايز اعرفكم ازاي بتلعب. معايا دي ومعايا دي ومعايا القائد مندو السلام عليكم تمام كده. عايز بس اعرفكم حاجه دلوقتي، زي ما بقول لكم كده، انا متعمد العب بالورق الصغير علشان يكسب بيه. يعني عايز اقول لكم يا جماعه، معظم الورق الصغير ده انا كسب بيه ملايين. يعني ممكن بكسب بيه فول هاوس، بكسب بيه سيوف كوين، بكسب بيه حاجات كتير تمام كده. هو بيريز طبعا عليا، مش مشكله خالص، انا هريز عليه دلوقتي اهو. شكرا. 160. دون ممكن يجيب له جوكر. ده مش يجيب حاجه ده، مع ان ممكن ده ممكن يجيب تسعة تاني في الطريق، وشكرا خلاص كده. واخدين بالكم اهو. اتفضل شوف جه بقى على الارض، كينج تانية يعني كده. ممكن انا اعمل ايه دلوقتي؟ هريز عليهم اهو كده، هريز عليهم. انا دلوقتي معايا فول هاوس. يا ترى هيبقى في حد معاه فول هاوس زيي ولا مفيش؟ هنشوف دلوقتي. هم كلهم فلطوا اهو، بس شوف انا كده كسبان. فول هاوس كسبان، فول هاوس منطقة على كده. زي ما قلت لكم معايا 8 و10 وكسبت فول هاوس. فالولد الصغير ساعات بصراحة كتير يعني كسبني. يعني معايا مثلا 7 و8، ممكن ألعب 7 و8 دول. مش شرط الولد الكبير اللي هو زي الجوكر والكوين والولد اللي في الصورة ده هو اللي يكسب يعني. هو برضه ساعات كبير بيكسب. انت جانا معاك 2 فلاش اهو، معاك 8 و1، معاك فلاش. ايه الفلاش يا جماعة؟ خلينا نرجع نسترجع معلوماتنا بسرعة عشان بقالي كتير ما لعبناش وكده. وبقالنا كتير كمان ما اتفرجتوش على فيديوهاتي. يعني الفلاش ده اللي انت بتكون 5 ارقام بنفس الشكل. يعني مثلا شجرة 5 وقع على شكل شجرة، ممكن يبقى الشكل كله شجرة، ممكن يبقى الشكل كله قلب، ممكن يبقى قلب اسود. واخدين بالكم؟ ممكن يبقى صنبوكسة زي دوت كده 8 وقاس تمام كده ماشي. فالفكرة كلها يا جماعة إن إحنا عايزين أهم حاجة نلعب إزاي. إزاي نلعب تمام كده، وإزاي الوائل اللي نلعب بيه والوائل الوحش اللي ما نلعبش بيه. تمام. فالترابيزة الحمراء مش أي حد يعرف يلعب عليها يا جماعة، بتبقى عايزة مهارات معينة. تمام. أنا على فكرة أول ترابيزة ابتديت عليها الترابيزة اللي فوق، اللي كانت ب100,000 والكلام ده كله. ابتديت ألعب على الترابيزة اللي فوق، جيت بعد كده احترف عليها، بقيت أجرب هنا عادي مفيش مشكلة. بس الترابيزة الحمراء يعني ساعات ما يبقى معاك مثلا مش عارف
بيريز عليا. يبقى معاك مثلا ورق ممكن يبقى معاك 100,000 تخرج بمليون في دور واحد، أو 700 800,000 في دور واحد. مش وارد، مش عيب يعني كمان. ف ف فأنا بتكلم في ده. طيب دلوقتي معايا اس و8، ممكن ألعب بيها مش مشكلة. أنا كده معايا اسين ومعايا كينجين على الأرض. معرفش ممكن يكون حد معاه فول هاوس ولا لأ، هنشوف دلوقتي يا جماعة. ممكن يكون بيهوش، معظم الناس بتهوش على الأرض يعني، معلش معظم الناس بتهوش على الأرض أهو. كان يمكن هو مكسبش في الآخر، لا هو كسب هو. أنا خسران، يمكن الناس كسبانة ستريت. في ناس ساعات كتير بتهوش على الأرض، معلش بيلعب عشان يخوفك. اللعبة دي ما تنفعش تكون خايف يعني، لو خايف متلعبش أحسن يعني. اللعبة دي عايزة ثقة في النفس، وعايز يبقى عندك ثقة في الورق، وعايز يبقى عندك ثقة في اللعبة اللي أنت بتلعبها. فوق ده عشان اتسلى يعني، مش مشكلة. ده يمكن الفيديو الكام ده ليا مش بعرف يعني، الثامن ولا التاسع ولا العاشر تقريبا الفيديو ليا ده على بكرة يعني. والله انا حابب شايف الناس حابة الموضوع ومش عارف ايه. يا جماعة يا ريت لو في اي تعليق او في اي حاجة عايزين انزلها لكم على القناة دي تحت الكوم بتاعتكم. القناة دي انا عاملها عشانكم انتوا مش عشان انا كده، بغض النظر عن اي حاجة. انا عامل القناة دي عشان لو اي حد عايز اي سؤال اي حاجة عن لعبة كونكا وعن اي حاجة في اي لعبة خارجية، يا ريت ما يكسبش ويقول لي ويعرفني، مش مشكلة اديها له لحد عنده، مفيش مشكلة خالص. عندنا ما فيش حد كامل يعني، كلنا بنكمل بعض. والقناة دي زي ما قلت لكم هي القناة دي بتاعتكم انتوا واعملها عشانكم انتوا. فيا ريت اي سؤال اي حاجة ننزلها غير بوكر، اي حاجة بشكل عام غير لعبة بوكر او اي لعبة او اي حاجة تانية، اي تحميلات او اي حاجة قولولي وانا اتعامل معاها فيكم، اتعامل معاكم واخدين بالكم علشان ألبي طلباتكم يعني، مش أي مشكلة خالص. طيب نرجع للعب مرة تانية. عندنا فول هاوس محترم، عندنا معايا 9 و10. شوف أنا معايا 9 و10 أهو، من أدام أنا بسمي 9 و10 دي من الأرقام الضعيفة يعني، معلش أنا بسمي 9 و10 دي من الأرقام من الأرقام الضعيفة، مضحكش عليك تمام. وأنا أصويت ألعب بيها. هو كسب فول هاوس كده، عشان كان ممكن انا اكسب مش مشكلة. هو كسب. انا معايا فول هاوس اهو، معايا 9 و10 وجاي وجاي 10 طين على الارض. ما علينا يعني. انا دايما بحب العب على الرواية العالية يا جماعة، اللي هو الفول هاوس والستريت والكلام ده كله والرواية المتشابه والكلام ده كله. بحب العب على الرواية العالي علشان لما يجي حد يرمي ومتعمد ان هو يكسب كده. يعني مثلا لو كسبت قدامه خسرت ده مش مشكلة، مش أي مشكلة خالص يعني. هو الصغير يعني، خلينا نتكلم في الفيديو ده، بس الفيديو ده على فكرة بسيطة جدا عايز أنقلها لكم. الورق الصغير يا جماعة ساعات بيجيب نتيجة، مضحكش عليكم تمام كده. بس الناس فاكرة إن الورق الصغير مش أي لازمة. 8 و10 دول ممكن يجيبوا لي منها مثلا فول هاوس على الأرض، بس أنا حبيت أفلت عشان إيه برضه عادي يعني، واخدين بالكم. فأنا بقول لكم كده اسمعوا نصيحتي، لأن برضه أنا مش جديد في اللعبة دي، وعارف ايه اللي ممكن يتم وايه اللي ممكن يتلعب وايه اللي ممكن ما يتلعبش، فمش اي مشكلة تمام. وزي ما قلت لكم يا جماعة يعني، لو اي حاجة قولوها لي مش اي مشكلة خالص. اهو انا كده معايا 3 اوف كايندز. خلينا نشوف هو الناس كلها مفلضة اساسا، مش عارف يعني تمام. انا معايا كاس يوب كويس، ربنا يستر. هو شكله هيفرط اساسا، مفيش مشكلة. انا هكسب يوب كويس.